اهلا بيكم حبايبي في مطبخ شوشو. النهارده هعمل معاكم كيكه الكافيهات في 5 دقايق بس. تمام، وبكوبايه دقيق واحده. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نبتدي. تمام، معايا كوبايه دقيق منخوله 3 مرات وكاكاو. برضو هنحط نص كميه الدقيق كاكاو. لو هحط كوبايه يبقى انا هحط نص كاكاو، هحط كوبايتين يبقى هحط كوبايه كاكاو. تمام. دلوقتي هنحط مكونات الجافه، وانا المكونات كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف. معايا معلقه بيكنج باودر عليها ذره ملح، وهنزل بالسكر، وهنزل بالكاكاو. يبقى انا نزلت كده بمكونات الجافه الاول كلها. هبتدي اقلبهم كويس واتاكد انهم امتزجوا تماما في بعض. تمام. كده بعد ما قلبتها واتاكدت انهم امتزجوا تماما في بعض، هننزل بالمكونات السايله. ومعايا هنا بيضتين، هننزل عليهم ببيضتين، عليهم فانيليا. الفانيليا يا جماعه لما بعمل كيكه الكاكاو بضاعف كميه الفانيليا. يعني انا هنا حاطه 4 اكياس فانيليا عشان تديني ريحه حلوه. الكاكاو خام يا جماعه، يفضل ان هو يكون خام. تمام. هنا هنزل باللبن فاتر او من التلاجة عادي ساقع، وهنزل من المادة الدهنية بقى ايا كان سمنة او زيت او زبدة. المهم لو سمنة طبعا نبتدي نسيحها شوية. تمام. هنا بعد ما نزلنا بالمواد السائلة هنبتدي نضرب بالمضرب. ولو ما عنديش مضرب كهرباء عادي هنضرب المضرب اليدوي. وبعد ما نقلب ما نضرب كويس جدا، معايا بقى تلت مية مغلية هننزل عليها بقى على الخليط بيها. معايا هنا صينية مقاس 27 مدهونة بمادة دهنية، هنزل فيها بالخليط. وفرن ساخن من قبلها ب10 دقايق، هظبطه على درجة حرارة 160 رف أوسط. أخدت معايا 40 دقيقة وطلعت معايا بالجمال ده. وبس كده. جربوها وقولولي رأيكم. هتطلع هشة وجميلة. السر في المية المغلية. تلت المية المغلية ديت، تلت الكوباية المية المغلية دي بتديني نتيجة روعة. هتطلع معاكي هشة وطرية جدا، واستحالة استحالة ان هي تفشل معاكي. يا رب تعجبكم وصفتي النهاردة، وهستنى تعليقاتكم ليا.